السلام عليكم، مرحبا. أنا ليلى فتوح. النهاردة هنعمل مع بعض طبق مسقعة اقتصادي 100% من الدرجة الأولى. أنا معايا ثمرتين من البتنجان. طبعا أنا بنقي البتنجان بتاعي إن هو يكون فيه السرة بتاعته من تحت مدورة مش مشعبة، وكمان يكون لونه أسود وبيلمع. ده بيدل إن البتنجان بتاعي ويكون طري من تحت، ده يعني معنى كده البتنجان مش مبذر. ومعايا ثمرة من الفلفل الرومي الأحمر، وثمرتين من الفلفل الأخضر، وثلاث طماطمات. يعني مكوناتنا بسيطة جدا. ومعانا كمان 7 فصوص من الثوم حجم كبير. هنبتدي نشوف الأول. أول حاجة خالص طبعا أنا هقطع البتنجان بتاعي. هتنازل طبعا عن القشرة عشان ما تديش يعني شدة في الأكل معايا، فأنا هتنازل عن القشر خالص. وهبتدي إن أنا أقطع البتنجان بتاعي سلايس، يعني هنقطع سلايس يكون أحجام متساوية، بحيث إن ما تكونش تخينة قوي ولا رفيعة. لو تخينة قوي هتبقى مش لذيذة في الطبق بتاعي، ولو رفيعة قوي هتتكسر مني ومش هتتحمر وتبقى شكلها تمام. يعني هنبتدي نقطعها كده حجم متوسط، يعني حوالي سنتي سنتي ونص كده. وطبعا الجزء اللي بيبقى كبير انا بقطعه نصين تاني، يعني بحيث ان القطعة لما تتحمر ما تتكسرش معايا. زي ما حضرتك شايفة هنخلص كل الكمية بنفس الشكل بنفس حجم التقطيع. هبتدي دلوقتي ارش عليه ملح. الملح هيساعد البتنجان ان هو يتنزل عن السوائل اللي جواه، فبالتالي ده هيساعد البتنجان ان هو ما يشربش مني الزيت بتاع التحمير. طبعا انا بدرته بالملح من جنب، وكمان هبدره من الناحية التانية بالملح، يعني بمعنى اصح انا بغلفه بملح خفيف رشة بسيطة كده. ومعايا الثوم بتاعي هبتدي ان انا اقطع الثوم سلايس، وبعد كده هقطعه قطع صغيرة خالص، يعني شبه مفروم. انا مش عايزاه مهروس بالهون، ولذلك انا عايزاه يكون فتافيت صغيرة. هبتدي دلوقتي اركنه على جنب، وهجيب الطماطم. هبتدي اقطع الطماطم مكعبات. طبعا هتنزل عن سرة الطماطم، لان ساعات ممكن تكون مش تمام، يعني فانا لازم اتنزل عنها. وهبتدي اقطع الطماطم بتاعتي مكعبات متساوية، لا هي كبيرة قوي ولا هي صغيرة، زي ما حضرتك شايفة كده. هنخلص كل الكمية بنفس الطريقة. ودي استخدام الطماطم المقطعة في المسقعة بتساعد ان انا بستخدم كمية قليلة من الطماطم، وفي نفس الوقت ان كل الصوص بتاع المسقعة بتاعي بيتاكل، مفيش الصينية ما بيفضلش منها حاجة، وما برميش منها، وما بهدرش اي جزء من الطماطم بتاعتي. هركنها على جنب. هجيب الطاسة بتاعتي وهحط فيها يعني قليل من الزيت. طبعا انا بحط زيت مش كتير، لان طبعا حضرتك ما تنسيش ان البتنجان احنا هنحمره في زيت، فانا مش عايزه المسقعه تبقى بتحتوي على كميه زيوت عاليه. فلذلك انا بقلل نسبه الزيت في عمل صوص الطماطم. انا هبتدي دلوقتي اقلي الثوم بتاعي لغايه لما بس ريحته تبتدي تظهر وتطلع، ويبقى لونه اشقر فاتح جدا، انا مش عايزاه غامق. وهبتدي انزل عليه على طول بالطماطم القطع اللي احنا قطعناها زي ما حضرتك شايفة. وزي ما قلنا قبل كده ان الطريقة دي بتساعدني ان الطعم بتاع المسقعة بيكون مزز. ان انا ممكن استخدم المسقعة بتاعتي نوع من انواع المقبلات، استخدمها في عشاء، استخدمها في غدا. مسقعة اقتصادية بدون لحوم وبدون لحمة مفرومة. انا بصراحة بحبها بالطريقة دي. هبتدي اسيبها ان هي الطماطم تاخد وتدي مع الثوم، وتنزل منها العصارة بتاعتها، لان انا طبعا مش هستخدم كميات مية في عمل الصوص كبيرة. فلذلك انا بحاول ان انا اخرج المية اللي موجودة في الطماطم. هبتدي انزل بمعلقة من البابريكا، ده فلفل مجفف عشان تديني التست جميل، واكني حاطه فيها كميه كبيره من الفلفل. وهبتدي انزل كمان بالسر الجميل ده اللي هو معلقتين من الخل. معلقتين الخل بيعززوا لي طعم الطماطم، وبيخلوها تميل شويه لطعم الكاتشب. يعني بتدي مزازه مع تسكيره خفيفه.
وهنزل بشوية ملح طبعا ده حسب الرغبة، وهنزل كمان بنص معلقة من الفلفل الأسمر، وهقلب المكونات وهضيف لها حوالي كوباية صغيرة خالص من المية عشان أعزز العصارة بتاعة الطماطم بتاعتي. أنا عايزاها تبقى طماطم مش مهرية ومش مدبتش، لأن أنا هستغل كل الكمية دي في الأكل ومش هرمي منها حاجة. بكده الصوص بتاعنا خد وإدى مع وطلع لي العصارة بتاعته وكل المكونات انسجمت مع بعضها. هبتدي ان انا دلوقتي اغطيها واشيلها من على النار. هنبتدي نحمر البتنجان. طبعا البتنجان اتنزل عن قطرات المية اللي جواه، هنشفه بمنشفة اي حاجة نقدر ان احنا ننشفه بيها، وهبتدي اقليه او احمره في زيت غزير. لازم الزيت بتاع البتنجان يبقى سخن جدا وكمان يبقى غزير عشان تطلع قطعة البتنجان كلها بلون واحد. وطبعا عندي الفلفل قطعته يعني قطع كبيرة مش صغيرة قوي، وهبتدي برضو احمرها مع البتنجان. طبعا انا احطها في وسط البتنجان عشان كمية الزيت ما تقلش عليها، وفي نفس الوقت يطلع الفلفل بلونه زي ما حطيته. انا عايزاه مستوي لكن مش متغير لونه زي ما حضرتك شايفة كده، لان طبعا احنا الطبق بتاعنا لما بيكون الوانه زاهية وجميلة بيبقى مبهج جدا وبيفتح النفس. زي ما حضرتك شايفة البتنجان انا عايزاه باللون الذهبي ده، مش اللي هو البراون الفاتح، لان طبعا ما تنسيش ان احنا لسه هندخلها الفرن فهتاخد يعني السطح بتاعها هياخد جراتان، فانا مش عايزاه يغمق عن اللزوم. زي ما حضرتك شايفة كده هبتدي انشل القطع الفلفل يا دوبك استوت لكن ما غيرتش لونها، وهبتدي اشيل برضو قطع البتنجان، وبنفس التكنيك وبنفس الطريقة انا هكرر الشغل بتاعي بنفس الشكل. يعني هحمر البتنجان بنفس الشكل. طبعا ده شيء مفهوش اي صعوبة خالص، وزي ما حضرتك شايفة الوانه جميلة ومبهجة وتفتح النفس حقيقي يعني. والاطباق دي الطبق ده المسقعة يعني من انجح الطرق اللي ممكن تعملي بيها مسقعة شهية جدا لذيذة، الوانها مبهجة زي ما حضرتك شايفة. مفيش قطعة بتفضل في الصينية، يعني انا ما بهدرش اي كمية لا من الطماطم ولا من البتنجان، وكل الموضوع صينية مسقعة محترمة معمولة ببتنجانتين بس. وطبعا نظرا للظروف الصعبة اللي الشعب المصري بيعيشها، فمسقعة اقتصادية من الدرجة الأولى، ومش هتقول لأ لو ما فيهاش لحوم أو ما فيهاش لحمة مفرومة، وأنا بصراحة ما بحبش فيها اللحمة المفرومة يعني. ممكن أكل جنبها لحوم خارجية لكن مش جوه المسقعة. زي ما حضرتك شايفة هنحط طبقة من الصوص بتاعنا في قاع الصينية البايركس، وهنحاول ان احنا نستف او نرص البتنجان بتاعنا بشكل تدريجي ورا بعضه. والطريقة دي بتساعدني ان انا لما بكون معايا معلقة كبيرة بقدر ان انا اشيل كمية كبيرة من البتنجان بدون ما اهريه او اكسره زي ما حضرتك شايفة. هبتدي اخلص كل الصينية واخلص كل الكمية بنفس الشكل. وهبتدي في الاثناء دي اوزع ما بينهم الفلفل الالوان والفلفل الاخضر. طبعا الالوان دي بتدي بهجة حلوة للطبق بتاعنا، وبتبقى صينية ممتعة. بكده انا اعتبر خلصت كل الكمية، وهوزع كمان الفلفل الاحمر بيدي طعم فيه تسكيرة حلوة مع في نفس الوقت مزازة. زي ما حضرتك شايفة بنبتدي نكسر الألوان باللون الأحمر. والطبق بتاعنا هيكون ممتع وشكله شهي، تقدري ان انت تقدميه بالصينية، تقدري ان انت تقدمي منه في طبق، يعني اذا كان عندك ضيوف ممكن تطلعي الصينية بحالها. وطبعا البايركس بيبقى جيد جدا في التقديم للضيافة زي ما حضرتك شايفة كده. هبتدي دلوقتي اوزع عليها صوص الباقي اللي معايا. بكده احنا انتهينا من كل الكمية اللي معانا من البتنجان والفلفل. هنبتدي نوزعه بالكبشة بتاعتنا على السطح.
يعني توزيع خفيف. طبعًا إحنا عندنا البتنجان مستوي، عندنا الصوص بتاعنا ما فيهوش نسبة سوائل كتيرة، يعني يعتبر الطبق بتاعنا مستوي 100% حتى لو ما دخلتوش الفرن، لكن أنا هادخّله الفرن بحيث إن هو ياخد يعني تحميرة بسيطة من على السطح، لكن already أنا المكونات بتاعتي كلها مستوية وواخدة الطعم الجميل. زي ما حضرتِك شايفة كده، هاحاول بقى بقدر الإمكان إن أنا أنضّف الطبق بتاعي عشان طبعًا لمّا الشواية النار ما تحرقهوليش وتبوظ لي منظر الطبق، وأحرّكه إن كل الصوص ياخد وضعه في الصينية بتاعتي. هادخّله طبعًا على فرن 180 درجة لمدة 10 دقايق، لإن زي ما اتفقنا إن مكوناتنا مستوية مش محتاجة إنها تستوي، أنا كل الموضوع إن أنا عايزاها تاخد لون من على السطح بس. بكده إحنا خرّجنا الصينية بتاعتنا يعني واو، بتغلي كل حاجة متحمّرة فيها واخدة الطعم الجميل. هابتدي دلوقتي أجيب الطبق الأمور ده وهاحاول إن أنا أنزّل ال قطعة منها، وزي ما قُلنا إن الطريقة في تستيف الصينية بهذا الشكل بتساعدني إن أنا باطلّع بالمعلقة بسهولة بدون ما قطعة من البتنجان بتاعتي تتكسّر، زي ما حضرتِك شايفة كده. وبكده نكون إحنا انتهينا من طبقنا. باتمنى إن طبق اليوم ينول إعجابكم. حقيقي مش هتندمي لو جربتِ الطريقة دي في عمل المسقعة بدون عصر الطماطم. الطريقة دي بتديكِ مزازة عالية جدًا وتيست جدًا رائع، بالذات لو استخدمتيها مع مقبلات أو استخدمتيها في عشا للأهل والأصحاب. يا ريت يكون طبقنا عجبكم، يا ريت ما تنسونيش من الدعاء ليّا ولأمي الغالية بالرحمة والمغفرة.